اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير. اليوم كان جميل فعلا، يوم وقفة عرفات ده بجد يوم الرحمة، يوم المغفرة. يعني بجد الواحد ما كانش عايز يفوت فيه بجد اي حاجة خالص، من الدعاء، من الاذكار، من الصلاة، من الصوم، من كل حاجة. الحمد لله يا رب، الحمد لله كمان خدنا اجر صايم. الحمد لله كان زوجي عازم اصحابه يعني على الفطار وكده، وهو اصر اصرارا ان هو طبعا هو اللي يعمل تتبيله الفراخ المشويه. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف هو كده عمل لنا ايه. هنا طبعا ده نص كيلو من الطماطم وعليهم بصلتين مفرومين، وحطينا كمان عليهم صلصه. تمام، كيس صلصه او معلقه صلصه كبيره. تعالوا بقى نشوف البهارات بتاعتنا هتبقى ايه. هنحط كمان 3 فصوص توم كده، ما تكتريش توم عشان ما تبقاش يعني ايه، تنفخ البطن كده. هنا عندنا معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، بس مش كبيره قوي اللي هي بتاعه الرز دي، لا، معلقه من معالق بتاعه الشاي. تمام. معلقه حسب برضو كميه الفراخ اللي هتكون عندك. تمام، يعني دول كده مثلا قولي معلقتين من المعالق الشاي دي. معلقه كزبره كبيره، معلقه طبعا من الملح، معلقه كبيره جدا من بهارات الفراخ، ومعلقه طبعا كزبره قلت لكم، وكمان كيس مرقه فوريه هتديها طعم ملهاش حل. بس ظبطي المرقه وظبطي الملح عشان ما تحدقش معاكي. هنحط كمان معلقه كبيره من الزيت عشان تطريها كده، ولو حابه انك انت تحطي زبادي يطري معاكي شويه حطي، مفيش اي مشكله. هنحط كمان ليمون، وهنحط معلقه خل او معلقتين خل. تمام، هي طبعا كانت منقوعه الفراخ طبعا، وفي خل وليمون، ويعني متظبطه على الاخر. هنا طبعا هنضرب كل الكلام ده في الخلاط. ان شاء الله هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. وهتضربي وكل شويه هتقلبي برضو في الخلاط كده. تمام. برضو هنرجع نضرب تاني الخليط بتاعنا. حطينا طبعا البصل، وحطينا بهارات الفراخ، وحطينا الكزبرة، وحطينا الفلفل الأسمر، وحطينا المرقة، وحطينا الليمون، وحطينا الخل. أنا بعيد عليكم طبعا كل المقادير عشان ما نبقاش نسينا أي حاجة. وطبعا الصلصة بتديها لون وطعم بجد رهيب. هنا طبعا كانت ناقصة ملح، خلاص حطينا لها كمان معلقة كده من الملح، معلقة ممسوحة من الملح. انتي ظبطي الملح بتاعك علشان ما تبقاش دلع وما تبقاش حادقة. تمام كده. احنا هنا تبلناها قبلها بيوم، خلاص تبلناها قبلها بيوم علشان طبعا تاني يوم تبقى يعني شاربة من التتبيلة وطعمها يكون حلو وزي الفل وتبقى جميلة. هنا الفراخ بتاعتنا مغسوله كويس جدا ومشطوفه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، مفيهاش اي دم، مفيهاش اي حاجه، نضيفه جدا، مفيهاش اي زفاره. ننزل بقى كده بطبعا شفشق الخليط بتاعنا ده، وهنحط كمان معلقه او معلقه ونص من الزيت. تمام كده، هنقلبهم كده كويس جدا. لازم بصي تقلبي كويس جدا جدا حسب تعليمات الشيف يا جماعه، الشيف طبعا لازما يعني كده. هنا طبعا بعد ما اقلبها كويس جدا هنغطيها باي حاجه عندك. خلاص. انا غطيتها بالاسترتش ده. لو عندك اكياس اللي هي بتاعت الطماطم والحاجات دي افتحيها برضو وغطي بقى، مفيش اي مشكله. وحطيها بقى في التلاجة 3 4 ساعات لتاني يوم زي ما احنا عملنا. هتبقى معاكي جميله قوي قوي قوي. بس طبعا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا مش هنشويها في البيت، احنا هنشويها بره. انت ليه لسه ما نزلتيش كتبتي اللهم صلي على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم؟ هو بيقول لكم ما تنسوش اللايك بقى. يلا ما تنسوش اللايك بقى وتشجعوني وكده، والنبي ما تكسفونيش قدامه. هنا بقى وداها عند الراجل علشان يشويها. فانا قلت له لا، انت لازم تاخد لي لقطه وانت هناك كده علشان انا كنت مختلفه معاه. اقول له لا انا مش يعني مش عايزاها تبقى محروقه، الراجل هيحرقها مش عارفه ايه. قال لي لا والله لا، اصور لك كل الخطوه، هصورها لك خطوه خطوه علشان ما تبقاش ايه محروقه وترجعي ايه تلوميني يعني. خلاص، انا كنت عايزه اعملها في البيت، يعني كنت عايزه اعملها مثلا في الفرن كده. فهو قال لا احنا هنوديها بره علشان طبعا يعني تبقى حلوه وكده.
هنا بقى طبعا وداها عند الراجل وبتتشيب اهو زي ما انتوا شايفين. ما تنسيش بقى تحطي لايك. خلاص. ولو لسه ما اشتركتيش في الفيديو ايه ده، لو لسه ما اشتركتيش في القناه معلش يا جماعه مهيسه والله. لو لسه ما اشتركتيش في القناه، بالله عليك اشتركي وفعلي زر الجرس، وادعي لنا دعوه حلوه كده من قلبك، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. و